الايام كيف الريح في البريمة. ايه يا حسرة يا حسرة، هاو الفن عزيزي المستمع التحفون. محلاهم غنيتنا متاع بكري، قديش نموت على اي حاجة انتيكة تفكرني في الايامات متاع قبل، وقت اللي كنا مرتاحين من الانترنت والهبلة متاع ستوريات والرداء اللي وصلنا لها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تيك توك بالذات. The Social Dilemma ولا المعضلة الاجتماعية، العنوان هذا أكيد تعرفوه. الوثائقي المتحصل على 38 مليون مشاهدة في الأربع جماعات الأولانيين من العرض متاعه على نتفليكس، حكى بطريقة مفصلة على الخدمة اللي تتخدم في الباك جراوند على مواقع التواصل باش سيادتك تقعد أكثر وقت ممكن على الانستغرام ولا تيك توك ولا أي بلاتفورم أخرى. والأغرب من هذا الكل اللي نحنا كمستخدمين عارفين رواحنا ولينا مدمنين متاع السوشيال ميديا، الأغلبية متاعنا باش ما نعممش، وفي بالنا باللي الشركات هذه قاعدة تاخو في معلومات علينا باش كل مرة تسربينا فيديوهات تعجبنا تزيد تخلينا نقعدوا أكثر. الفينومين هذا عنده تسمية في علم النفس، الانترميتنت رينفورسمنت. الانترميتنت رينفورسمنت حسب خبراء علم النفس هو تقديم مكافأة في فترات زمنية عشوائية. وخليني نزيد نفسر لكم أكثر. قال لك يا سيدي نحن نحب المستهلك ديما يعطي أقصى ما عنده ويقعد يلوج على مكافأة اللي باش تعطيه هيك الإحساس بالنشوة في وقت اللي ما كانش يتوقع فيه باش يلقى حاجة يشيخ عليها، وكي يلقاها يولي يزيد يطمع في مكافأة أخرى، وندخل وقتها في حلقة مفرغة وتولي ما عادش تحس بالنوسيون تاع الوقت. المكافأة اللي نحكيو عليها هي وقت اللي يتزادوا لك عدد الفولورز، وشكون ما يشيخش كي يتزاد له حد في الليستة متاع الفولورز متاعه. نجم تكون المكافأة هذه حد عمل لك لايك ولا رياكشن على الستوري متاعك. وأكثر حاجة نتصورها تشيخ في المخ هي الفيوز، عدد المشاهدات. الناس الكلها باش تهبل على الفيوز، حتى وإن تطلب الأمر يا عزيزي المستمع أنك تخرج كراكوز وتافه، مش مشكل، المهم نكسروا الدنيا ويتزاد عدد المشاهدات ونطلعوا في الترند. ليف بوري يوتيوبر واكس بوكر بلاير قالت اللي الادمان متاع تيك توك يشبه بالادمان متاع ماكينات القمار AKA slot machines اللي موجودين في الكازينوات. اسمعوا شنو تقول. I used to be a professional poker player, so I've spent a lot of time in casinos. And casinos sadly make most of their money from slot machines. They're cleverly designed to take advantage of an addiction method known as intermittent reinforcement, where most of the time it pays out nothing, but occasionally it pays out really big. And it's this unpredictability that has been shown to completely hijack the brain's dopamine reward system. And TikTok does exactly the same thing. Their algorithm is designed to just every now and then artificially boost your videos so that you get a little taste of fame. نحن كأننا دخلنا في صلب الموضوع يا عزيزي المستمع التحفون، وما قلتلكش يقعد ارتاح وشرب قهوة. تي حتى القهوة الواحد توا ولا باش يعمل بها كيف لازم يشربها للفولورز متاعه معاه على الانستغرام. ما عادش نجموا نشربوا قهوة من غير ما نقولوا للناس اللي نحن قاعدين نشربوا في قهوة. مرضى ولينا كل شيء ولا بالمكشوف، ما عادش نخبيه حتى شيء. المثل الفرنساوي يقول لك فيفون كاشي فيفون اورو، ونحن سيدي خويا عملنا العكس، ما تتبلش فيها فامنا فوله. ايا اقعد نشربوا هالقهوه عندي ما نحكي لك. في العام اللي فات في امريكا وبالتحديد في فلوريدا وكينتاكي واوهايو، البوليسيه تلقت بلاغات بتاع اعمال تخريب وسرقه في وسط مدارس عموميه. اللي عمل العمله هما بعض التلامذه اللي يقراوا غادي متفاهمين باش يصوروا رواحهم وهما قاعدين يكسروا ويخربوا ويسرقوا في التواليتات متاع المدارس متاعهم، ومن بعد يهبطوا الفيديوهات على تيك توك. قال شنو تيك توك تشالنج، تعرف باسم الديفيس ليك. عندك زاده البلاك اوت تشالنج، برشا وسائل اعلام حكيت على هالهبال هذيا لمده الاخرى، وبرشا صغار في عمر الورد ترزاو في اعمارهم في جرة التشالنج هذيا. البرانسيب نتاع البلاك اوت تشالنج انك تحاول تقطع النفس نتاعك لمده طويله، ولا تدور رقبتك بحبل وتخنق روحك. حبل كيما اللي لقاوها في رقبه طفله صغيره عمرها 8 سنين في تكساس اسمها لالاني إريكا والتون، اللي لقاوها البوليسيه ميته جثه هامده في بيتها. حسب جريدة نيويورك تايمز، الابحاث متاع البوليسيه تقول اللي الطفله هذه ما كانتش تقصد الانتحار، اما لقاو اللي لالاني عدت مده طويله تتفرج في فيديوهات البلاك اوت تشالنج على التيك توك وتاثرت بهم وحبت تعاند.
This latest incident not the only case that has surfaced from the TikTok challenge. Last July, Texas 8-year-old Leilani Walton was also found dead from recreating the short video. And in Pennsylvania, a 10-year-old girl died last December after attempting that very same TikTok challenge. بعد الحوادث هذه بدأت وسائل الإعلام الأمريكية تحكي على مدى خطورة إدمان التيك توك. العملاق الصيني اللي قاعد يسرق بشوية بشوية في الأضواء من المنافسين متاعه ويستقطب في الوليدات الصغار والمراهقين. الكلنا نعرفوا اللي العلاقة بطبيعتها ما هيش في سحفة العسل بين أمريكا والصين في الدومين التك. أوت 2020 تنبك الكورونا كان تذكروا الرئيس السابق دونالد ترامب حب يمنع التيك توك في أمريكا. قال شنو ما يساعدناش تكون المعلومات الشخصية بتاع المواطنين الأمريكان مفروشة قدام الشناوة. وتم الاتفاق من بعد بين التيك توك والإدارة الأمريكية باش تكون المعلومات الشخصية بتاع اليو اس تيك توك يوزرز موجودة في دي سيرفر في أمريكا ومش في الصين. بالله اش قولك عزيزي المستمع؟ اش قولك في كمية المعلومات اللي اعطيتهم لك في دقيقتين؟ مش خير ملي نهار كله وانت قاعد تتفرج في الفيديوهات التافهة على السوشيال ميديا؟ نخليك تعمل بريك باش تستوعب اللي قلناه ونحطه كان لازم موزيكا تهدي الأعصاب. هالقاعدة قدام المايك تيرابي، والله تيرابي، تخليني نقول كلام عمري ما قلته. نحبك عزيزي المستمع، نحبك ونخاف عليك من التفاهة والكورينتي اللي يجبد فينا التالي ونوليه مطبعين مع حاجة اسمها نظام التفاهة، كما اللي حكى عليه الكاتب الكندي ألان دونو في كتابه ميديوكراسي. نظام التفاهة في منظور ألان دونو هو النظام اللي يبجل الناس الرديئة والمتوسطة على الناس اللي عندها الكفاءة. في عوض يقول قايل اللي عنده لي كومبيتونس هو اللي نورمالمون يكون في أعلى الهرم. لا، في النظام هذا يا سيدي خويا الناس الأقل كفاءة هما اللي باش تلقاهم متصدرين المشهد. ومشيش في بالك اللي الناس التافهة الناس ما تخدمش على روحها، بالعكس الكاتب الكندي يقول اللي الناس هذه تخدم بقلب ورب باش تطلع حاجة تافهة. ماله ماهيش سهلة خدمتهم، مش بالسهل باش تطلع كل يوم تمد وجهك على الانستغرام مثلا باش تحكي في موضوع يشد الجمهور، حتى ولو الجمهور ما حبكش من أول نظرة. لازمك ديما تكون موجود وتلعب على الكونسيستنسي باش يستانس بيك ويحبك بالسيف عليه. الفيلسوف الروائي الطلياني أمبرتو إيكو عنده مقولة معروفة برشا تعبر على هالهبال اللي وصلنا له. يقول: مواقع التواصل منحت الحق لفيالق من الحمقى التحدث ممن كانوا يتكلمون إلا في البرات فقط بعد كأس من النبيذ دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورا. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحملون جائزة نوبل. إنه غزو الحمقى. عزيزي المستمع التحفون، بحب نسألك سؤال: قديش من مرة عملت فولو الحد على خاطر تو سامبلومون عنده برشا ناس يتبعوا فيه من غير ما تعمل طلة على المحتوى متاعه؟ برشا مرات أكيد وعملناها الناس الكل، وعادة ما يجيش لبالنا اللي نحن قاعدين نتبعوا في سياسة سلوك القطيع، المصطلح المعروف بالإنجليزية بالهيرد بيهيفير. عام 1950 زميلنا السايكولوجيست سولومون آش عمل تجربة اجتماعية باش تقعد ريفيرانس في علم النفس وتتسمى باسمه الآش كونفورميتي اكسبيرمنت. في التجربة هذه عالم النفس تفاهم مع مجموعة من الممثلين باش يعطيوا بالعاني إجابات غالطة في التيست اللي باش يتعمل، ويكون في كل تيست حد معاهم ما يعرفهمش هو اللي باش يكون فار التجارب يسمع إجاباتهم ومن بعد يجاوب هو، وما في بالوش اللي اللعبة ملعوبة. النتائج متاع التجربة كانت ماهيش عادية. حسب التقريب 75% من الإجابات متاع السيد هذايا فار التجارب كما سميناه كانت توافق رأي المجموعة. التجربة كانت مصورة بالفيديو وموجودة على اليوتيوب، كانت تحبوا تشوفوا الرياكسيون متاع السيد هذايا فار التجارب كيفاش كان ماهوش فاهم علاش المجموعة اختارت الإجابات الغالطة، وما كانش مصدق اللي هو زاده ولا يعطي في إجابات غالطة ومش منطقية، بالرغم اللي كان متأكد اللي الإجابة واضحة وما تتطلبش تعقيد. وكان واضح زاده اللي كان يحكي مع روحه ويقول مش معقول نكون أنا الوحيد الصحيح وهم الكل غالطين. من الآخر السيد ما حبش يخرج على السرب وحب يتبع الأغلبية من غير عقل. هذاك علاش نحن وقت اللي نسمعوا بالخبز باش يتقطع نوليو نجريو باش نشدوا الصف على الكوش، واللي كان باش يشري خبزة يولي يرغب ويحب يشري أكثر. وكهو عاد كي تشوف الدنيا محظبة احتمال كبير تولي انت زادة حتى ولو ماكش ناوي تاخذ خبز تولي شادد الصف معاه. واكيد زادة شفتوا الفيديوهات اللي دارت على الفيسبوك متاع العباد اللي تتقاتل على السكر. سلوك القطيع نجم يوصل بينا للهمجية والعرق وحتى للموت ساعات. اللطف عليكم وقت اللي الواحد يولي تقود فيه المجموعة ومش العقل. اسمعوا الصوت قداش فيه ازعاج وتلوث سمعي.
يا خليل شنو تحب تقول؟ كنت تحكينا على التفاهه والادمان وتوا دورتها تحكي على سلوك القطيع. ايش مدخل هذا في هذا؟ هاني جيتك يا عزيزي المستمع التحفون، ما تزربنيش واحده واحده والمبات في سيد الهاني. نحب نقول لي فكرة سلوك القطيع ما تبدلتش وما زالت موجودة حتى في عصر السوشيال ميديا وباقية وتمتد سيدي خويا. والجمهور حسب رأيي أنا هو المسؤول الرئيسي في صناعة المهرجين. عماله مادامك تعمل في لايك على محتوى تافه أكيد فما احتمال كبير باش أصحابك يطلع لهم نفس المحتوى اللي لايكيته أنت، واحتمال كبير هما زادا يلايكيو، وبرا عاد وقتها إشي حزنة. وقد ما يكثروا اللايكس والفيوز قد ما عمك الالغوريثم يبجلهم يحطهم فوق روسنا ويكلاسيهم ترند، كيما هاك الفيديوهات متاع التركي اللي بامبي في كرشو. لتو مانيش فاهم كيفاش السيد هذايا كتبت عليه الجرايد وحكيت عليه وسائل الاعلام. شنو اللي قدمه البشريه يا ولادي؟ stop making stupid people famous. عزيزي المستمع، مازلت مركز معايا ولا سرحت؟ هيا بيه، ما تخافش ما نطولش عليك برشا، على خاطر العلم الحديث وخبراء التفاهة يقولوا اللي الإنسان في عصرنا توا عنده برشا مشاكل في التركيز ولا يعاني من الديستراكشن، التشتت الذهني بطبيعة في جورة السوشيال ميديا. هذاك علاش عزيزي المستمع ساعة ساعة نقص على سكريبت ونتفقدك. ونحن نحكيو على التشتت، أنا والله نقعد نتخيل ساعات في الأجيال اللي باش تجي من بعدنا، ولادنا اللي باش يتربيو في عالم اللي كل شيء فيه متكتك مصفصط سطحي وما فيه حتى عمق. What the internet is doing to our brains، هذا عنوان للكاتب الأمريكي نيكولاس كار، يقول فيه اللي الجيل الجديد المغروم بالإنترنت ما عادش يستهلك المعلومة كما كنا نستهلكوا فيها قبل. وزيد يقول بالإنجليزية they don't read a page from left to right and from top to bottom, they might instead skip around scanning for pertinent information of interest. ويزيد يستشهد بتصريح أستاذة من جامعة ديوك يونيفرسيتي اسمها كاثرين هيلز اللي تقول اللي ما عادش نجم تعطي تلامذتها تمرين باش يقراوا كتاب كامل مثلا، على خاطر تو سامبلومون التلامذة ما عادش يحبوا يقراوا برشا. الكتاب تاع نيكولاس كار خرج في 2010، يعني وقتها مازال ما تولدش التيك توك، وكان يشوف الخنار متاع جماعة التيك توك حليلنا. عزيزي المستمع، اللي حبيت نوصله لك يظهر لي وصل، على خاطر كان باش نقعدوا نحكيو على التفاهة تو يحب لي نحكي من هنا الغدوة وما نكملش. مانيش باش نجاوب على سؤال الحلقة اللي ظهر قدامك، نحبك تجاوب عليه انت. انا عندي امل كبير اللي ممكن حتى ولو غرقنا في التفاهة ووصلنا للقاع اكيد ماكش باش تكون انت واحد منهم يا عزيزي المستمع التحفون. ورد بالك تتبع القطيع.